كدب عليا في حاجات كتير، فمش قادرة أصدقه في حاجة تاني. كل مشكلتي إني بحبه وبضعف قدامه. مخطوبين بقالكوا قد ايه والجواز امتى؟ مخطوبين بقالنا 9 شهور، بس كان ما بيننا قصة حب، ومتفقين إن الجواز بعد 1.5 سنة. طب كدب عليكي في ايه؟ يعني أول حاجة كذب في سنه، كان قايل لي إن هو أكبر مني وطلعت أنا أكبر منه ب4 شهور. وتاني كدبة كان قايل إن عنده شقة تمليك، والحقيقة إن ما عندوش شقة أصلا. والكبيرة بقى إنه كذب عليا حتى في المؤهل بتاعه. وايه اللي خلاه يكذب وايه مبرره؟ بيقول إنه بيحبني وكان خايف أرفض أو أهلي يرفضوا. طب وهيطلع من الورطه دي ازاي؟ ما هو ورط نفسه قدامك وقدام اهله. يعني موضوع السن ممكن نعديه، والمؤهل محدش هيعرف بيه حاجة، المشكلة كلها في الشقة. فبنفكر نقول لهم إننا هنأجر شقة جاهزة مؤقتا لحد ما نوضب الشقة. هتعملوا مؤامره يعني على اهلك؟ مش مؤامرة، بس عشان ما اخسروش والدنيا تمشي. تخسري ايه معلش؟ اخسره هو، وعشان الدنيا ما تبصش. لا طبعا، الخساره الحقيقيه ان تكملي في علاقه بدايتها فشل. الخساره الحقيقيه انك تكوني شريكه في جريمه اخرتها خراب. جريمة؟ جريمة يعني ايه حضرتك؟ ايوه جريمه، ما تستغربيش لما تكوني شريكه في خراب بيتك وخراب نفسيتك وخراب مؤجل لنفسيه عيالك بعد كده. لما تكوني شريكه في دمار اسره كامله، الاسره اللي اساس المجتمع، تبقي ارتكبت جريمه. بصي خديها قاعده كده، مفيش بيت بيتبني على كذب، مفيش بيت بيتبني على خداع وغش. اقول لك على حاجه كمان، مفيش راجل بيحترم ست بياع باعت اهلها وضحكت عليهم علشان تقضي كام يوم حلوين. مفيش راجل بيحترم ست بتحور وتكذب وتضلل. انا مش قصده كل ده، كل الحكاية ان احنا بنحب بعض. طيب هقول لك على حاجه، النصاب اكل عيش على الطماع. اللي انت حكيتيه ده نصب، حتى لو بينصب عليكي علشان يكسب حبك، وحضرتك طمعانه في شويه كلام حلو، والكام دبدوب اللي اكيد جابهم لك، والشوكولاته اللي كان بيعدي يجيبها لك تحت البيت. وحتى لو بيحبك بس ما ينفعش، وهتعرفي الكلام ده بعد كام يوم كده جواز. شفتي الحوارات اللي انت عايشاها دلوقتي؟ اضربيها بقى في 100 بعد الجواز، وكله تحت اسم الحب. الحب اللي حتى بعد كده بيخليكي تشكي حتى في صوابع ايديكي، الحب اللي هيخليكي تفقدي الثقه في نفسك وفي اللي حواليكي، الحب اللي هيتحول لشك في كل خطوه بيخطيها وكل نفس بيتنفسه. انت مغيبه ماشيه تحت تاثير مخدر بيفرزه العقل لما يتعلق بحد وبيحبه. اهربي والحقي وانفدي بجلدك قبل ما تقعي في الفخ، علشان لو جيتيلي بعد كام شهر وعلى كتفك عيل ملوش ذنب وقلتيلي تعبانه، اعتقد ردي ساعتها هيبقى مختلف عن دلوقتي. ما هو صعبان عليا وخايفة اكون بظلمه. الظلم الحقيقي انك تكملي في علاقه نهايتها باينه من دلوقتي. الظلم الحقيقي انك تظلمي نفسك واهلك، وعلى فكره انت ما بتظلميهوش، انت بتوقفي ظلم نتيجته خراب ودمار، وعيالها تضيع في الرجلين جم نتيجه علاقه اساسها من الاول كان غلط.